يعمى الناس عن أوراقه وعن مؤهلاته وعن السي في حقه، يعمون عنه عمى ما يرونه، ممكن حتى يسقط اسمه. شيء من آثار الحسد عظيم. يعني هذا يعتبر تعطيل، يعني نعم تعطيل وربط في الرزق، في الزواج، في الرفعة، الوظيفة، في القبول، ما في نهائيا. ولذلك علاجه في آيات الله. والله أحد الأشخاص في يوم من الأيام سلمت عليه قال يا شيخ عمر والله إنك طرأت علي ذاك الحين، وأبشرك أني توظفت. الله، والله العظيم كأنما أنا الذي توظفت. فأنا أقول لك قضية الرقية مهمة، لأنه فعلا في شيء يعرقلك، في عقبة في طريقك، في جبل بينك وبين ما تشتهي وتتمنى من رفعة، من علو، من رزق، من زواج. هذا الجبل ينسف بآيات.